السلامة، مرحبا بكم من جديد في المنتدى الإعلامي للجيش الجمهوري التونسي السري أو التنظيم السري. الكلمة الأخرانية هذه بتاع الجنرال رشيد عمار أثارت ضجة كبيرة، ويمكن تأويلها يعني تأويلات يعني مختلفة. فهمتني؟ صرح أو تكلم بما معناها جو في سيفلي لا فان دو لا ريكرياسيون بالفرنساوي، باش نظفر معناها الراحة وفات فيما يخص السلفيين. باهي، طب هي الريكرياسيون في المدارس وفي الواحد ما يفهمني زفيرة تبدو زفيرة باش تكمل. فهمتني؟ دونك انت عاد ثبتت على روحك، ما انت هوني زفرت لهم باش يبدوا مثلا. فهمتني؟ اليوم اكثر من عام حاليا شاطح باطح في البلاد، راية البلاد علم البلاد معناها نكسوه. فهمتني؟ يتسبوا في مضايقات يومية للبشر التونسي، يتسبوا في خسارة الاقتصاد. فهمتني؟ حكينا لكم كيفاش في الطرود الكراهة بتدفع معناها معلومة تتعدى، والكراهة بتاع السلفيين معناها يكبروا ويعملوا فضايح. فهمتني؟ ولا ويدفعوا بالتكبير هم. فهمتني؟ ويتعدوا لا بأس يكلمهم حد. فهمتني؟ باهي، هذه حاجة. ثاني حاجة، هذوما ناس سيلوا الدم في البلاد. الأستاذ اللي مات في سجنان، الشيخ القلال لطفي القلال وغيره. دونك انت اليوم باش تزفر. فهمتني؟ عاد انت زفرت مؤخر. فهمتني؟ كيفاش يعني باش تتحرك بطريقة او باخرى. فهمتني؟ ولا ضد السلفيين سي تروتار. فهمتني؟ هذه حاجة. حاجة ثانية، فهمتني؟ حكينا لكم في المواضيع كون السلفيين هم الأمارمي بتاع النهضة، هم اليد الضاربة بتاع النهضة، ولا اليد الحمراء بتاع النهضة، ولا معناها هم الارمي كلوندستين بتاع النهضة. يا أخي ايش معناها؟ تو معناها النهضة تو باش تستغنى عليهم. فهمتني؟ كهو وفات معناها الصحبة بيناتهم. فهمتني؟ لحد في الحالة هذه ما انت تخدم في النهضة، الجنرال عمار تخدم في النهضة بطريقة او باخرى. معناها السلفيين اظن ما نجموش نعيش معاهم، دونك خلوا النهضة على خاطرها زعما منفتحة واسلام معتدل وهاتمك الحديث والريق. ما لعد هذه تخلينا نخموا في حاجات اخرين. فهمتني؟ اللي هي الامر هذا جاي من راشد الغنوشي مش منك انت، لانك ماكش انت اللي تحكم في البلاد. اللي يحكم في البلاد هو راشد الغنوشي، الرئيس الفعلي للبلاد. يحكم في البلاد من غير ستاتيو. دونك الكلمة هذه بتاع الجنرال رشيد عمار معناها فيها برشا تأويلات. فهمتها؟ بالنسبة فهمتني السلفي كما تكلمنا في الفيديوهات السابقة، النوايا والديور نتاعهم او القلب نتاعهم ثم تعرفوه، استعلامات العسكر والمخابرات الداخلية تعرفوهم. فهمتني؟ ولا توانسة اللي مشوا للعراق ولأفغانستان وللصومال وللبصنة والهرسك وللشيشان. فهمتني؟ ولا معروفين بأساميهم باختصاصاتهم بأعمارهم. فهمتني؟ ولا سيرتهم الكل عندكم. فهمتني؟ حاليا نلاحظوا كانوا مطار كرتاج ولا كيف الكوري. فهمتني؟ ولا يهبطوا في مطار كرتاج ويستقبلوا فيهم بالتكبير. فهمتني؟ ولا انتم وينكم؟ فهمت؟ إذا كنتم ناويين باش تعملوا حاجة المرة هذه ضد السلفيين لازمها تكون منظمة، ولازمها تكون ضربة قاسمة. فهمتني؟ إذا كان صحيح الكلام اللي تحدث فيه. فهمتني؟ أولا توقفوا كافة الخطباء والأئمة، أو إحنا التنظيم السري نعطوكم برنامج تعامل. فهمتني؟ ولا نعطوكم جملة مبطلة اللي هي توقفوا كافة. فهمتني؟ الأئمة والخطباء الثاني السلفية، كذلك أميرهم أبو عياض،
الإمام هذا اللي جاي من السعودية اللي في مساكن، التونسي اللي كان يقرأ في مساكن، معروفين الأسامي تاعنا معروفين، فهمتني. حارة محرضين، فهمتني. حارة من الروس الكبار، فهمتني. تحطوهم في الإقامة الجبرية. ما إيش تبقى بعدين؟ تبقى الولدات الصغار 20 عام و 22 عام و 23 عام، معناها اللي مسيبين لحيهم، وهم البارح كانوا في الحبوسات، فهمتني. خرجوهم بالعفو. واحد سرق تلفزة، واحد سرق موبيلات، وواحد من عارف شنو. هذوك ما هو السلفية، حكاية صراحة. هذوك العصا تجيبهم، فهمتني. هذه من ناحية. من ناحية أخرى المشرع القانون، فهمتني ولا؟ نحطوا فصل في القانون كانوا هذا نشاط ممنوع في البلاد، فهمتني. اللباس اللي يلبسوا فيه هذاك الأفغاني تمنع، الحيطة تمنع، الشريقة الكحلة هذيك كده تمنع في البلاد، فهمتني ولا؟ هذه حاجة. ونجم نزيدوا حاجات تحت الطاولة اللي هي تصفية واغتيال كافة قياديهم، فهمتني. الشيء هذا يقوم به الجيش والداخلية، المخابرات والجيش مع بعضهم تحت الطاولة، فهمتني. قد تلعبوا لهم إذا كان أنتم عندكم نية، معناها نية صحيحة أنكم باش تقضوا على الكونسير هذا نتاع السلفية في البلاد، فهمتني. تنجموا كذلك تحلوا لهم، فهمتني ولا، في برج الخضراء ولا في رجيم معتوق، فهمتني. تحلوا لهم معتقل باهي، ويكون، فهمتني ولا، إقامة جبرية اليوم، فهمتني. الملف هذا يخرج، فهمتني ولا، من الداخلية، ما تخلوش تحت عند العريض، فهمتني، خاطر مش باش يعمل فيه حتى شيء، فهمتني ولا. وبيان تعطوه للديماسي، وإلا بالتوازي ما بين الجيش والديماسي، الجيش وتوفيق الديماسي مع بعضكم، تاخذوا الملف هذا وتقضوا على دبر السلفية من تونس. ولكن زدت ثم حاجة أخرى، تكلمنا كون على الموقف هذا بتاع جنرال رشيد عمار، فيمكن تأويله يعني تأويلات برشا، فهمتني. باهي. إذا كنتم تحبوا تعرسوا في السلفية والنهضة، وشنو الفرق ما بين السلفية والنهضة؟ يبقى ثم حتى فرق، ما هو إذا كان هو مأزق، فهمتني. كأننا ما عملنا شيء ضد السلفية، فهمتني، كبوت. وكان عملنا حاجة ضد السلفية وخلينا النهضة، نسمونها نجحنا النهضة، فهمتني، وخدمنا النهضة. هي ما ديما تغني النهضة وتحكي على روحها كونها معتدلة وكونها متسامحة وكونها، فهمتني. بينما فهمتني معروف الشيء هذا مش صحيح، فهمتني. دونك إذا كان توا بعد عام واش، فهمتني ولا، باش الجيش باش يعمل حاجة ضد السلفية، هذه مشكوك فيها، وليامات ما زالت بيناتنا. تحياتنا لكم.